بأمانة الله وأنا كنت في يد الله ما شفتش خدمة بالشكل ده. عملت العمرة بتاعتي، روحت نمت تعبانة مخنوقة بلغم بطريقة مش معقولة، ما عرفتش أنام يوميها، فأخدوني ورحت على الطوارئ. الساعة 10 دخلت المستشفى الحرم، فعملوا لي الإيكو، وبعدين أخدوا مني عينة. بعد ما طلعت الإيكو والعينة نقلونا على طول على فوق في المستشفى فوق عند الدكتور محمد السلماني. استقبلني استقبال والله غير عادي، من الممرضات، من الدكاترة، من يعني بصراحة يعني شغلة عمل غير عادية. أخدوني وطلعوني عليها، ودوني الأول الحرم. أول الحرم كان الإسعاف مستنيني. لو هقول لك الإسعاف عمل إيه، يكاد الإسعاف والإسعاف كان بيطلع الرصفة عشان يعني يجري بيا. عمل محاولات عشان يوصلني المستشفى يعني بطريقة مش معقولة، وما شفتش حاجة بعد كده إلا لما الدكتور قالوا كان في أجازة واجى مخصوص عشان يعمل لي العمليه. يا رب كده يكرمه كده ويجعل في ايديه الصلاح والفلاح. وبصراحه انا مش عايزه اقول لك الاهتمام اللي اهتموا بيه قد ايه، بجد ربنا يبارك لهم. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا كنت بنزل اروح الحرم اصلي وارجع وانا مطمنه. يعني انا عشان طبعا كانت هناك وسط الممرضين، انا كنت بقعد مش حاسه انها ليا اي لازمه. هم قايمين بكل حاجه بصراحه، من اهتمام ورعايه وعلاج طبيعي والادويه في مواعيدها طبعا، واهتمام ما شفتش اهتمام بصراحه زيه ابدا. والله لما قلت لهم ان الموضوع ماما يعني الفندق فيه زملاتها اللي قاعدين في الاوضه معاها عيانين وكلهم عندهم ادوار برد وحالتهم صعبه يعني، فطبعا هي الوقت في دور يعني نقاهه وتبقى اهم من العمليه نفسها الفتره اللي بعد العمليه يعني. فقالوا لنا لا ما تشيليش هم خالص وما تقلقيش، احنا هننقلها في فندق تبعنا وتبقي انت مرافقه ليها وقاعده معاها على طول، ما فيش اي مشكله، ولمده اسبوع. احتجت اسبوع تاني ما فيش مشكله برضه. انا اشكر كل السعوديه واشكر الملك اللي هو منظم الحرم بالشكل ده، يعني ربنا يديله الصحه والعافيه. فربنا يجزيكم خير يعني الملك والملك سلمان وكلهم ربنا يجزيهم خير يا رب، والله بجد الحكومه بالكامل يا رب.